في بنت ضاربة آخر فترة، يمكن أغلبكم شافها على انستا. يعني أنا بس بدي أعرف هالبنت من وين جاية، من أي قاع طالعة. يعني مو طبيعي الفيديوهات اللي عم تعملون، ما في إنسان فيه عقل فينه يعمل هيك فيديوهات. بدي أحاول هالفيديو أمسك حالي قد ما فيني، يعني ما بدي تطلع كلمة هيك. فخلينا نبلش بالفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اس واي بي از باك. رجعنا لكم يا جماعة الخير فيديو جديد عن بنت يعني طلعت لي بالانستا، ويا ريتها ما طلعت لي. من كمية الفيديوهات اللي ما لها طعمة واللي ما حدا بيفهم ليش عم تعمل هيك فيديوهات، البنت انشهرت. يعني حرفيا يمكن هلا اغلبكم بيعرفها من صورة الغلاف اللي حطيتها. يعني قسما بالله ما بعرف يا اخي البنت من وين مصنوعة، يعني من وين جاية. يعني على هالفيديوهات اللي شفتها واللي طلعت لي مستحيل البنت تكون طبيعية. خلينا نشوف الفيديوهات تبعها هلا. بس قبل ما نشوف الفيديوهات يا جماعة الخير، اللي مو حاط لايك حط لايك، خلينا نوصل الفيديو لاكثر من 3000 لايك. واللي مو مشترك بالقناة اشترك بالقناة يا جماعة الخير. يعني ما بعرف يمكن هي انتشر هذا الفيديو وكون انا موصل لل 100,000، فراح اعمل فيديو ثاني عن هذا الموضوع. يعني ما بدي اضل هذا الفيديو كل الوقت اقعد اتشكركم، فبس راح احكي لكم شكرا على الدعم. يعني هي شكرا صغيره، الشكرا الكبير راح تيجي بفيديو ثاني راح اعمله خصوصي عن هذا الموضوع. وحساباتي بتوصل الاجتماعي راح تلاقوها كلياتها بالوصف. وبس هلا خلينا نبلش بالفيديو. شو بدك تعمل إذا فقت من النوم الصبح ولقيت دودي عندك؟ قربت عليك بصوت هادئ قلت لك يسعد صباحك، شو رح تكون ردة فعلك؟ بس سؤال، انت الحركه الاولى اللي عملتيها يعني مشان تضمن المشاهدات، يعني الفيديو جايب تبعك 2.9 مليون مشاهده، انت هي الحركه الاولى اللي عملتيها مشان تضمن المشاهدات يعني؟ بعدين عم تقولي اذا فقت الصبح وشفتني قدامك شو راح تعمل؟ يعني انا راح اعمل كل شيء الا الشغلات اللي ببالك. يعني ممكن اهرب، ممكن اضربك باي شيء يطلع قدامي، ممكن نط من الشباك وانا اموت، بس المهم يعني ما تقربي علي انت. يعني حرفيا ممكن اعمل اي شيء الا الشغلات اللي انت عم تفكري فيها. بتحبوا مين؟ دودي. ماني سمعانة. دودي. ماني سمعانة. دودي. يعني والله العظيم ما بعرف شو الواحد يحكي عن هاي البنت. قسما بالله يا جماعة الخير في شيء مو طبيعي بالبنت. يعني ما بعرف يعني، بس انه شو الشغل؟ يعني ما في انسان عاقل بيعمل هيك شيء. شوفوا انا رح فرجيكم اكثر من فيديو بتضل هيك بتجمع اولاد الحاره وبصير بيهتفوا باسمها. يعني انا ما بعرف شو دافع على اولاد الحاره او شلون قانعيتهم يعملوا هذا الفيديو معها. لا اله الا الله لك، والله العظيم ما بعرف. يعني اقسم بالله ما بعرف شو بدي احكي يا زلمه. يعني البنت كثير متاثره، بدها تعيش حياه كل المشاهير. طلعت عم تغني، صار فجاه صارت تغني. لو المشكله الصوت، يعني ما بدي اركز على الصوت يعني، بس انه شو الاولاد اللي عميتي لي اياهم الحاره تبعك. طلعتي اكشن. واليوم رح نعمل تحدي جديد، هو السباق باجر واحد. يلا واحد اثنين ثلاث يلا. اهالي هدول الاولاد عم يطلعوا بالفيديوهات تبعها، لازم تضبوا اولادكم. وما بعرف يعني لا اولادكم لا يطلعوا بهيك فيديوهات، نصيحه. لانه الولد حاليا ما عم يعرف شو عم يعمل، بس اذا بكره كبر وشاف الفيديوهات هي رح يلومكم انتم. رح يلوم امه وابوه اللي ما حرموه بالطلعه بهذا اليوم اللي صور فيه هذا الفيديو. فنصيحه ضبوا اولادكم ولا تخلون يطلعوا لبرا. عندك الجرأة أن تقف أمام الملايين تقول لهم إنك أنت واحد ندل؟ لا عم بمزح. تابعوا هاي الصفحة الوحيدة إلي ودعموا وتحمسوا كثير 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 كثير. شوفوا لحتى نحكي بموضوع تاني، يعني انا ما بعرف البنت، يعني مبين انه البنت على البركه، بس بنفس الوقت ما في بنت على البركه بتعمل الحركات اللي عم تعملهم اول فيديوهات مشان تضمن المشاهدات. يا اما هي البنت على البركه وفي حدا عم يتحكم فيها من اهلها او رفقاتها او العالم اللي ساكنين معها بالبيت. يعني اوكي امنا وصدقني انه البنت على البركه يعني وعم تنشر شيء ما عم تعرف شو عم تنشره، بس انه تعمل حركات تجيب المشاهدين فيها هي ما في بنت على البركه بتعملهم. فما بعرف والله اذا حدا عم يستغلها البنت او اهلها عم يستغلوها او حدا من رفقاتها عم يستغلها يعني، بس اللي عم تعمله شيء مو طبيعي. شوفوا الفيديوهات رح اورجيكم اياها. يعني اغلب الفيديوهات نفس الحركه بتعمل اول شيء مشان المشاهدات. يعني هذا الشيء مو جاي صدفه، مو جاي عن عبث، هذا الشيء مقصود تعمله هي. اللي بده دودي تسوي له اعلان، رح احط لكم رقم الواتساب بالتعليقات، حكوا معي مشان اسوي لكم اعلانات. دودي تسوي لك اعلان، لسنا الوحيدين لكننا الافضل. يعني دودي انا هلا كواحد بدي اعمل اعلان عندك وانت شفت هاي اللقطه الاولى اللي عملتها، يعني انا راح اخذ عنك فكره غلط دودي. يعني انا اكيد ما بدي احكي معك لحتى تعملي لي اعلان على تيشيرت او شي عطر او اي براند انا بدي اعمل عليه اعلان. انا راح اخذ فكره غلط عنك دودي على هاللقطه اللي حطيتها اول فيديو. بعدين احترمي اسم الجلاله اللي محطوط وراك دودي. يعني ما لقيت غير بهالمكان تصور الفيديو، وحركه انك توقفي فوق الكنبايه بالمره مو مقصوده. ما بدي احطك بزبتي يعني. عندك الجرأة أن تقف أمام الملايين قل له أنتم زيت؟ لا عم بمزح. تابعوا الصفحة ودعم
وتحمست. لك دودي كمان بايخة، يعني فوق ما عم تعمل هالشغلات بايخة ما فيها ضامة 1%. بعدين مشان الله هي اللقطة الأولى لقعدة سطية، يعني ما في شيء بيجذب يا زلمة، ما في شيء بيجذب حتى الواحد يكمل الفيديو. يعني أنا بعرف أنت مفكرة إنه هذا رح يجذب المشاهدين رح يموتوا حتى أنت تنشر فيديو، بس لا حبيبتي لا، أنت كتير غلطان من هي الناحية، أو اللي عم يقنعك كتير غلطان. دودي انتبه على حالك شو عم تعملي دودي، يعني هدول الفيديوهات انا والله العظيم ما اكون انا واحد بالحكومه قسما بالله لحتى اروح لعندك واحذف لك كل حساباتك او ابعث لك مخالفات على هيك فيديوهات، لانه هدول الفيديوهات والله العظيم عم يشوه سمعه البلد كمان. يعني هيك اشخاص لما ينشروا هيك فيديوهات وهن اشكرا مبينين انه سوريين، ترى والله العظيم كثير عم يشوهوا سمعه البلد. هلا الحكومه الحاليه في مليون قصه فوق راس، اكيد ما رح تهتم بالعالم اللي عم تشوه سمعتها من ورا السوشيال ميديا، بس يا اخي انتم شوي تساعدوا مع اهل البلد يا زلمه، شوي حسنوا صوره البلد. لك شو الفيديوهات اللي عم تنشروها؟ يعني عاهاتك يا وطن والله العظيم ما رح يخلصوا. يا تأخرت على المدرسة. اكشن. يا تأخرت. اكشن. بس يا ماما بس اكشن. بس يا ماما بس. مين يشتري خبز من عندي الربطة بس ب100 ليرة بس. اكشن. ايه سيدي انا اسمي دعاء نصار من حفير الفوقة، عمري 22 وساكنة بالقابون. اخ ان شاء الله يا سيدي ان شاء الله يا سيدي. اكشن. يعني انت قاعده عم تقصي وعم تقصي، ما عرفتي تقصي هي كلمه اكشن، يعني عم تقصي بس شوي هيك زي حيل السهم شوي على اليمين، يعني مشان تقصي الاكشن. بعدين شو العبره بالفيديو؟ شو الفكره بدك تحاولي توصيها؟ انا متاكد في فكره ببالك بس يعني ما عرفتي توصيها للعالم، والفكره اللي ببالك انا متاكد كانت افضل بكتير من الشيء اللي صورتيه. يا جماعه الخير اي هاكر عم يشوف هذا الفيديو مشان الله يروح يهكر هالصفحه، ويا اخي انا بدفع لك المصاري بس روح هكرها للبنت. اخي لا عاد تنشر البنت يا اخي، مشان الله لا عاد تنشر. اي هاكر عم يتابعني يا اخي روح هكر صفحته وذنبك برقبتي يا زلمه، روح هكر صفحته. رح اغني بصوتي الك انا بروح محمود هلا تبقى كل عمري وياك. ليش يعني انه شو الفكره؟ يعني انه ليش دائما بدك تبيني؟ يعني انه خلاص يا اخي ما في شيء، خلاص لك ما في شيء ملفت للنظر يا اخي، حاج بكل فيديو حاج صراحتي شو اسمه تبعي يا اخي. مين مفهمه انه تصور هيك؟ يعني ما بدي احكي على كلمه غلط بس مين مفهمه يعني انه تصور هيك فيديوهات؟ دودي مشان الله رحم المشاهدين، يعني قسما بالله في كلمات بدي احكيها بس ما عم بقدر، يعني في كلمات كتير معبره اني احكيها بس ما فيني احكيها. يعني انا قلت لكم بدي احاول قد ما فيني هالفيديو امسك حالي وما احكي كلمه يعني اندم عليها بعدين، فدودي رجاء لا تضطريني يعني احكي كلمه بعدين اندم عليها، لا تضطريني اني احكي شي كلمه والعالم تحت بالتعليقات يكتبوا لي انت كتير بالغت. فخلاص يستر على اختك يا زلمه، حاج تنشر فيديوهات لك، حاج تطلعي لي بالفوريه يا زلمه، لك كل ما عم بعطيها بلوك في صفحات تانية عم ينشروا عنها كمان. ايه هذا عمري وهطولي اسمه كيف ينادوني برجولون المفضل هيدي بلدي. يا جماعة الخير طلعت نفس البرج تبعي، لك أنا ليش بس هدول الإشكالات بتكون في شغلات مشتركة بيني وبينهم؟ لك أنا شو أعمل بحياتي؟ لك ليش برجك الجدي؟ ليش نفسي؟ ليش؟ لك أنا شو أعمل بحياتي لحتى يكون في شيء مشترك بيني وبينك؟ شو أعمل بحياتي؟ أنا يا جماعة الخير بدي أروح بكرة على الدولة، بدي لهم يبدلوا لي التاريخ كلياته، الشهر كلياته خليه يتبدل. بعدين دودي حاطة عمرك 14 سنة، يعني إنه العالم رح يصدقوا هلا، يعني بعدين ما بعرف على التصرفات والله يمكن أصدق أنا، بس إنه إذا فعلا يا جماعة الخير البنت عمرها 14 سنة يعني الحمد لله البنت ما فيها شيء، بس العتب كلياته بيروح على أهلها، هو على حالتين العتب كلياته على أهلها. رح اغني بصوتي الك هلا بروح محمود هلا تبقى كل عمري وياي. وينك يا محمود يا لك شو قاسي. الحمد لله يا رب، الحمد لله، ألف حمد والشكر إلك يا رب العالمين. ما قالت عبد الله الحمد لله، لا قالت لا عبد الله ولا عبود ولا عبده ولا عبودي، ما في أي شيء مشترك ولا شيء، انتقلت كلياته للحمودي. الحمد لله ما جابت شيء من اسمي، يعني العالم اللي اسمه حمودي هلا يعني أنا بصراحة ما بعرف شو بدي أحكي لك حبيبي، روح غير اسمك، روح غير اسمك. أي حدا اسمه حمودي هلا يعني حبيبي أنا ما بعرف شلون بدك تتخطى هذا الموضوع، بس بدك تحاول، يعني ما راح تقدر تتخطى بس بدك تحاول أنت. يعني شو بدك تسوي؟ أنا مثلا الشيء المشترك بيني وبينها هو البرج، أنت الشيء المشترك إنه هي عم تتغزل باسمك، يعني أنت شيء أكثر مني كمان. كيفكن؟ شو اخباركن؟ في عالم عم تحكي علي على الفيسبوك وعلى اليوتيوب، بدكن تسكتوا ولا اجي انا سكتكن؟ ديروا بالكم. شو هاد يعني يعتبر هذا التهديد كمان جاي لإلي هلا؟ يعني يا جماعة الخير شو قصده بهي الحركة؟ يعني شو بدها تعمل يعني؟ بعد ما ينتشر هذا الفيديو يعني والله العظيم ما بعرف شو بدي أعمل، ما بعرف. إذا شفتوني قطعت عن القناة يعني ما بعرف، يعني أنتم يمكن تعرفوا شو هو السبب هلا حاليا يعني.
بس يا جماعة الخير يعني هذا الفيديو ما بعرف شلون خلص قسما بالله، بس بدي يخلص هالفيديو بسرعة، يعني ما بدي اشوف الفيديوهات تبعه والله العظيم، يعني بس عم تطلع لي بالفوريو بسرعة عم بعمل سكيب. فالحمد لله الحمد لله الف حمد والشكر لك يا رب العالمين يخلص هذا الفيديو، مشان ما عاد المح وش البنت بالمرة ولا عاد اضطر اتابع الفيديو تبعه كلياته. فبس يا جماعة الخير اكتبوا لي تحت بالتعليقات شو رأيكم بهذا المحتوى اللي عم تنشره هاي البنت، وهل البنت فعلا صغيرة ومو واعية يعني على الشيء اللي عم تعمله، او البنت فيها شيء، او في حدا عم يتحكم بالمثل حتى عم تنشر هيك فيديوهات، لأنه الفيديوهات اللي عم تنشرهم يعني شيء مو طبيعي. واللي مو حاط لايك يحط لايك يا جماعة الخير، خلينا نوصل هذا الفيديو لأكثر من 3000 لايك، وشكرا على كل الدعم اللي عم تقدموه. يعني هلا هذا الفيديو رح ينزل رح يكون ان شاء الله موصل لل 100,000، يعني قاعد ما بعرف شو بدي لكم، هلا بدي اقعد السنة لحتى اتخطى ال 150,000 لحتى لكم قربنا لل 200,000. بس يا جماعة الخير معقول وصل 4 مليون والله العظيم، يعني رقم هيك تطلع فيه بتصفن فيه والله يعني رقم كبير، بس الحمد لله والف شكر يا جماعة الخير على دعمكم للقناة، يعني والله العظيم ما بعرف شو بدي احكي. انا هذا الفيديو قلت لكم رح اعمل فيديو ثاني عن هذا الموضوع، يعني هذا الفيديو ما بدي احكي عن هذا الموضوع، بس ما عم بقدر ما اشكركم يعني على الدعم اللي عم تقدموه للصفحة، حتى على الانستا كمان التفاعلات بالستوريات عم شوفها كلها، وحتى على التيك توك كل الفيديوهات اللي عم تعملوها كلياتهم عم شوفهم. ويا جماعة الخير اي حدا بده يعمل تصاميم على الفيديوهات اللي عم ينشرها يفضل يعني يفضل تنشرهم بالتيك توك، او اذا فينا كمان تنشره بالانستا وبالتيك توك بيكون ممتاز، ويفضل بالتيك توك لانه انتم بتعرفوا التيك توك يعني الفيديوهات بتطلع بسرعه وممكن اي فيديو يضرب معكم هيك فجاه. انتم يا جماعه الخير عم لاحظ الفيديوهات اللي عم تعملوها الجوده تبعهم ضعيفه، انتم بس حسنوا الجوده يعني وشوفوا الفيديوهات شو راح تفرق معكم، المشاهدات كلها راح تفرق معكم بس تحسن الجوده. وشكرا لكل العالم عم تعمل تصاميم ولكل شيء عم تقدموه للصفحه يا جماعه الخير، يعني والله العظيم ما بعرف بدي اشكركم، يعني حكيت انه الفيديو الثاني راح اشكركم بس ما عم بقدر ما اشكركم هلا يعني. فبس يا جماعه الخير حسابات التواصل الاجتماعي رح تلاقوها كلياتها بالوصف، اي فكره بتحبوا انه يشوفها، اي فيديو بتحبوا اني اعمل عليه رده فعل ابعتوا لي اياها على الانستا وعلى التيك توك، او اذا عندكم مواضيع الترند او مواضيع طالعه هالفتره وانا مو طالعت لي فاكتبوا لي اياها تحت بالتعليقات، وانا ان شاء الله بشوف التعليقات تبعكم كلياتها. وبس يا جماعه الخير دمتم مدام الوطن ويعيش الشعب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.